كابتن أحمد الرواس وربي يوفقه. الله يخليك، اتشرف يا اخي. صراحة عشنا ايام جميلة في البصرة وناس طيبين واصيلين وكرماء، ودائما يعزموك مضياف يا اخي. اول مرة اشوف كذا شعب عظيم يعني الكريم. ربي يوفقك ربي يوفقك يا كابتن. أنا حقيقة اليوم أكون يعني صراحة محظوظ. اليوم وانا محظوظ. كذلك يا اخي اتشرف مع الشاعر. ان شاء الله اليوم تشوفوا يمكن يلقي القصيدة اذا حصلنا فرصة، يلقي القصيدة اسمه الشعر العراقي الاصيل. ربي يوفقك يا كابتن. الله يخليك. الله يعزك كابتن. الله يخليك. ممنون. حين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع الكابتن الكبير عبد الله الشباني. أهلا وسهلا بك كابتن. أريد كلمة، أي كلمة، إيش تبي تتكلم فيها؟ مرحبا ومسهلا. والله أنا بتكلم عن جيتنا هني للبصرة. طبعا جينا عند إخواننا وربعنا وجماعتنا على أساس إن شاء الله نقدر يعني يكون جزء من نجاح هذه البطولة. الحمد لله من جينا شفنا الناس فرحانة بجيتنا ومبسوطين، والكرم والترحاب وسعة الصدر، يعني شيء شفناه يعني حتى فاق اللي احنا نتوقع. نقول وصل للخيال. الله يوفقك. نشكر البصرة ونشكر اخواننا العراقيين كلهم، لان هاي اكيد ان الطابع في العراق واحنا نعرف الشيء هذا، فنتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله نشوف العراق في أحلى حلة بإذن الله. شوف كل شيء عند رب العالمين، الله يريد هو اللي يسخر له. يا الله يا الله سبحانه يا وتعالى. الله. لا شكر على الواجب، احنا اخوه ان شاء الله، والبيت بيتكم ومفتوح لكم في اي في كل يوم، في اي دقيقه، في البيت بيتكم. لامسين الشيء هذا ونشعر به يعني من غير مجامله. الله يوفقك. الله يوفقك كابتن. الله يوفقك. الله يوفقك كابتن. الله يوفقك.